السلام عليكم، أهلا بيكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من ملخص مسلسل المداح. الحلقة بتاعتنا النهاردة جامدة جدا. البوابة الرابعة اتفتحت والمواجهة هتكون صعبة جدا بين النمرود وصابر. تبدأ الحلقة الجديدة لما صابر حس إن حكمت في خطر وكلم الدكتور نادر وطلع جري علشان يروح لحكمت. اما عند زيد وهو رايح لسميح بيقول له اعمل ايه، انا طول عمري خدامك، شوف لي حل في البضاعه بتاعتي اللي اتسرقت. قال له انت طول عمرك خدامي، بس انت دلوقتي بقيت شايف نفسك وشايف نفسك عالي قوي انت من النهارده بقيت لوحدك. فبقول له ليه انا بقيت لوحدي؟ ليه انا طول عمري بسمع كلامك واللي انت بتقول لي عليه بامر عمري دايما بطوعك، وده عمري ما خالفتك ولا خالفت اوامرك. قال له لا، بس انت شفت نفسك وشفت ان انت نفسك في رحاب، وطول ما انت نفسك في رحاب ده خطر كتير كبير جدا جدا. من النهارده انت بقيت لوحدك. أما عند صابر في المشهد ده أول ما حس بخطر على حكمة وبعد الرسالة ما اتمسحت فبيروح لها يجري، وبعد ما بيطلع بيلاقي الباب مفتوح وبيلاقي الثلاث جثث ميتين على الأرض بنفس الطريقة، كل اللي شغالين في الممرض والدكتور هناك، وكمان بيلاقي جثتها على السرير وإن هي ميتة بنفس الطريقة، وبيشوف اللي كان شايفه إن الدخان جه والطيف ده هو اللي دخل عندهم وموته بنفس الطريقة. وفي نفس الوقت بيبقى زعلان جدا جدا بالوضع اللي حصل وبيقعد يقول لا اله الا الله. بعد كده بنروح عند رحاب وهي قاعده في الصالون، وبعد كده بتنزل عليها منال بتقول لها انت رايحه فين يا منال؟ قالت لها انا رايحه اشوف محامي علشان يطلقني بالزفت اللي انا متجوزاه ده واشوف حل واشوف له صرفه في نفسي. فبتقول لها ما تروحيش ولا تيجي، انا هخلصك من اللي انت عايزاه وهعمل لك كل اللي انت عايزاه وما تزعليش ولا تزعلي نفسك ابدا. انا هتصرف واخليه يجي راكع تحت رجليكي ويبوس رجليكي ويتمنى رضاكي. قالت لها انا مش عايزه منه اي حاجه، انا كل اللي انا عايزاه ان انا اربي ابني في سلام ومش عايزه منه اي حاجه، انا مسامحاه ومش عايزه اي حاجه. قالت لها ما تزعليش يا حبيبتي، حقك عليا. بعد كده بنيجي في المشهد اللي بعد كده بيكون اما بعد كده عند حكمت بيكون ما بعد كده عند حكمت بيكون الجثث ده وبياخد الجثث وبيشيلها، وبتيجي الجثة تقول له صابر معلش انا اللي طلبتك ان انت تكون موجود هنا معانا، ممكن تحضر بقى تفضل بس مع البوليس عم اروح انا احضر الدفن، انا مش عارفه ايه لازمتها دلوقتي. هو في تحقيق احنا في ايه بس ولا في إيه؟ قال لها هو الضابط بيقول ان دي شبهه جنائيه لان الثلاث حالات ناموا ماتوا بنفس الوضع ولازم يبقى في تحقيق. بعد كده بنروح عند الدكتور سميح ورحاب قاعده معاه وبتشكي له الوضع وبتحكي له حكايه منال والقصه بتاعتها. فبيقول لها انت غيرانه منها، هي عندها حق لازم تغير منك لانك انت اجمل منها كتير واحسن منها كتير، مفيش حد يقدر يشوفك وما يحبكيش، بس انت مالكيش ذنب. قالت له انا حاطه نفسي مكانها، انا مش زعلانه منها. قال لها لا، انت مالكيش ذنب، مش ذنبك ان انت حلوه. فبتقول له انا حاسه بالذنب، انا بفكر ارجع لزين الحاجه اللي انا سرقتها علشان تستقر وتعيش معاه ويرجع لها تاني. قال لها لا ده حقك، انت شايفه ان زين له حق فيها؟ قالت له لا. قال لها ده تعويض ليكي انت وفنال عن اللي عمله فيك وزين. اما عند صابر بيكون قاعد مع دكتور نادر وبيقول له البقاء لله، وبيقول له انا اسف جدا ان انا ما قدرتش انقذها. وفي نفس الوقت بيقعدوا يتكلموا شويه عن بابا الرابعه وان الدكتور زهير ان هو كان كلمه على الموضوع ده وان اللي جاي اصعب بكتير، بس هو حاسس ان هو بدأ يوصل دلوقتي للورث وبدأ يوصل للنهاية وهيقدر ان شاء الله عليهم. وبس صابر بيقول له انا لازم اروح اشوف اللوحة دي تاني وادخل عندها. فبقول له خلاص نكلم كاسيا تيجي تفتح لنا الشقة وتورينا الجدارية. قال له انا معايا المفتاح، انا اسف جدا بس غصب عني كان لازم اعمل كده. اما نورهان بتكون قاعدة مع صابر هي وعيسى وبيتكلموا عن اللوحة وبتوري له كتاب وبتقول له ان نفس المواصفات بتاع اللوحة موجودة في الكتاب ده، معنى كده ان اللوحة اصلية واللي عملها الجن فعلا. انا كلمت الدكتور عبد الخالق واخدت منه ميعاد وهو اللي هيقدر يدلنا على الطريق الصح. وبالفعل الدكتور عبد الخالق ده اللي كانت حكمة بعتت له الرسالة وقالت له نفس الاسم علشان هو اللي هيعرف يوصله لأصل اللوحة دي. بعد كده صبر بيقول لهم انا متضايق ومش فاهم حاجة، المرة دي مختلفة عن كل مرة، كل ما اقفل بوابة بيتفتح بوابتين. فبيقولوا له ده معناه ان انت اقوى منهم وانك ماشي في الطريق الصح. اما عند عبد الرازق فبيدخل على زينه متعصب جدا بيقول له هو في ايه؟ كل شويه تعالى يا عبد الرازق، عبد الرازق روح يا عبد الرازق، في ايه؟ الموضوع ده خلاص خلص خلاص. فبقول له انت عامل كده ليه يا صابح حسن؟ انت نسيت نفسك ولا انت بتكلمني بالطريقه دي كده ليه؟ قال له ده الكلام ده كان زمان.
فبيقول له زين ماشي يا عبد الرازق، المهم انا عايز حقي في حاجه حسن وفلوسي اللي عندك. قال له مالكش عندي حاجه، كل حاجه مكتوبه باسمي، والعقود مكتوبه باسمي ومسجله باسمي، ودي طبعا بامر مولانا. انت بره اللعبه خلاص، لو عايز حاجه روح لمولانا وشوف هيقول لك ايه. اما عند صابر ودكتور نادر فبيروح علشان يشوف اللوحة، وبالفعل بيدخلوا بيبص يلاقي اللوحة الجدارية موجودة، فبيوريها للشيخ بيوريها للدكتور نادر وبيقول له هي دي اللوحة، وبيروح عشان يشيلها فبيطلع منها دخان نفس الوضع اللون الأسمر. وبعد كده بيلاقوا الدنيا ولعت والنار ولعت، فبيقعد يقولوا قرآن وأذكار. وبعد كده دكتور نادر بيقول له تعالى تعالى، وبياخدوا ويمشوا يخرجوا من الشقة. اما بعد كده بيكون عند الدكتور عبد الخالق، ويكون بيقرأ في الكتب وكده، بيجيله اتصال من نورهان وبتأكد عليه الميعاد. وبعد كده بنيجي عند حسن، فبيكون بينادى على امه وبينادى على كل اللي موجود في البيت، مش لاقي حد، فبيروح يلاقيها مقتولة ومرمية في الارض. فبيقعد ينادى على صابر يقول له الحقني يا صابر، امك يا صابر. فبيجيله صابر بيقول له في ايه، في بيبص وهم واقفين بيلاقوا امه داخله هي وفاتن اللي الشغاله بتاعتهم من الباب، فبتقول لهم خير يا ابني في ايه. فالصابر رد عليها وقال له ما فيش، هو كان حسن بس عايز ياكل وقلقان بس عشان كده. فقال لها فعلا. بعد كده بتمشي وبتدخل جوه، وحسن بيقعد يقول لصبر هم بيلعبوني، عايزين مني ايه؟ كفايه اللي هم اللي عملوه معايا، يبعدوا عني، انا بقيت كويس ومش محتاج اي حاجه، بس ربنا موجود. قال له فعلا ربنا كبير، قول يا رب، الله اكبر الله اكبر. بعد كده بنيجي عند منال وراحه لدكتور سميح، وكالعادة بيسمم أفكارها وبيقعد يلعب في أفكارها ويقول لها أنت لازم تاخدي حقك وأنت لازم تنتقمي. قالت له أنا مش عايزة أي حاجة، أنا كل اللي أنا عايزاه إنه هو يبعد عني وأربي ابني كويس. بعد كده بنيجي قال لها مش يمكن ده هو اللي بيطمعهم فيكي، أنت لازم تكوني قوية ولازم تقدري تاخدي حقك وتتصرفي. قالت له يعني أعمل إيه؟ قال لها مش عارف، المهم إن أنت تاخدي حقك. بعد كده بنيجي عند الصابر، بيكون بيصلي وبيجيله رسالة رن على التليفون، وبعد ما بيخلص بيسلم ويقوم يشوف الرسالة، فبتكون الرسالة من نورهان وبتأكد له ان هي اخدت ميعاد من دكتور عبد الخالق وان هي على ميعاد وهتعرفه الميعاد بالظبط. فبقول لها كده تمام شكرا يا نورهان. بعد كده بيتقابلوا مع بعض وبيكلمهم دكتور عبد الخالق على اللاب، وبيجيبوا الصورة وبيبدأوا يتكلموا مع بعض على اللوحة وعلى المخاطر بتاعتها، وان هما 3 انواع من المخاطر، 3 لوح بنفس الطريقة. هو عنده واحدة وفي واحدة حد خدها وبعد كده ما عادش حد يعرف عنها خبر، واللوحة الثالثة اللي هي موجودة عند الدكتور احمد وهو حذره فعلا منها، بس هو ما سمعش الكلام. قال له طب ايه اللي وصله؟ قال له هو بيحب التحف والحاجات الاثرية، فبيشتري دايما من الحاجات دي، وانا حذرته فعلا. وقال له النسخة اللي كانت عندي انا قدرت اتحكم فيها واوقف الشر اللي جواها، بس اللي عندك انا مش هقدر افيدك في حاجة، انت الوحيد اللي هتقدر فيها، انت المختار، لان هي من قبل المختار وانت المختار، لازم تاخد بالك وربنا معاك. بعد كده بيفضل يتكلم معاهم صابر وبيشكره طبعا الدكتور، وبعد كده بيتكلم معاهم وبيقول لهم طبعا اللي انا مستغربه هو ليه ما ظهرليش لحد دلوقتي، اي حد كان بيظهر له على طول. فبيقولوا له ممكن يكون خايف منك. قال له لا، ومادام هو ما ظهرش انا اللي هظهر. بياخد بعضه وبيروح عند شقة حكمت وبيلبس الخاتم وبيقف جنبه ويقول له انت خايف مني؟ اظهر يا نمرود، انت خايف تظهر ليا. وبالفعل بيبدأ يظهر الدخان والحاجات اللي في الهواء ويتجمع ويظهر النمرود. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلكم كل فيديوهاتنا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.